في يوم هنعود ده بينا وعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بينا وعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. قصاد عيني في هاي. اتفضلي. هو ممكن اساعدك يعني لو محتاجة مساعدة يا مدام؟ اه طبعا. هلين. اسفة قوي. المهم خليني اقرب كده. انا ممكن يعني اشوف هو في بنت هنا بتشتغل اسمها شيرين صح؟ ايوه طبعا. مدام شيرين قصدك يعني. ايوه قوي. ايوه كده. انا قصدي البنت دي شيرين. هو انا عايزه اشوفها يعني في موضوع مهم قوي يعني كده، يعني انا من قرايبها. من قرايبها. تمام، انا هتصل فيها. اوكي يلا اتصلي فيها عشان لو هي يعني ما عندهاش اي حاجه تعملها. خليني كده بعد. تمام. الو مدام شيرين، هو في بنت جت عايزه تشوفك، يعني بتقول انك انتي من قرايبها. شو اقول لها اسمك؟ ريما. البنت اسمها ريما. ممكن ادخلها الان لو فاضيه؟ تمام، يلا دقيقه واحده وتكون عندك. اتفضلي ادخلي. شكرا. نايمين. مش عارفه كيف الشغل هنا، كيف بتشتغل هنا رتيج، قصدي شيرين. جيبك هنا. يا ربي، انتي عملتي لي مصيبه قوي. ايه ده؟ انتي ليه شكلك كده؟ شو اللي صار فيكي؟ شوفي يا ريما. هاي. اخ، شو بدي احكي لك يا يا شيرين. خليني اقعد اول حاجه. تفضلي. رجلي. خليني انزع دول عشان والله تعبوني قوي. المهم، هو انا جيت لهنا عشان اطمن عليكي، عشان امبارح رحت وكل حاجه وانت قلتي لي انك انت راح تقولي للامين ان انت رتاج يعني. المهم رحت للمستشفى. خليني احكي لك المهم خلاصه الموضوع اللي صار معايا. يعني انا كنت ماشيه كده وفي شاب كده حليوه يعني كده، يعني شعر طويل وجميل وطويل عليا مره. المهم يعني ضربت فيه مش عن قصد، يعني ممكن تقولي كده يعني. المهم يعني ضربت فيه كده ووقعت انا ورجلي اتكسرت شويه، مش كتير يعني كده وبس. اخدني كده وراح عالج لي هيك جرحي وكمان وصلني البيت. بجد الشاب مش عادي. اوعك تقولي لي كده. هو عمل فيكي كده وانتي سكتي؟ كيف انتي ممكن كنتي تروحي للشرطه تقولي انه هو عمل كل ده متعمد يعني؟ الله، والله انا اروح اكسر له راسه. لا يا بنتي، ده مش متعمد. انا كمان صدمت فيه بالغلط وانا وقعت لحالي يعني. هو مش متعمد خالص يعني انه يعمل كل ده. هي الكلام ده اللي تقولي انتي فضلتي عنيفة شوية هالايام دي. المهم احكي لي، انتي قلتي للامين انك انتي ريتاج ولا لا؟ وشو كانت ردة فعله؟ اكيد هو انبسط اكيد. قولي لي يلا، انا متحمسة عشان اسمع القصة. قصة ايه؟ الحقيقة يعني كيف بدي اقولها لك؟ الحقيقة انا لا ما قلتلوش. يعني ممكن نأجلها اليوم تاني يعني كده. كوب ماء كده، عطشت قوي. ايه ده؟ انت ما قلتيلوش؟ انت ليه بتعملي كده؟ انت جنيتي ولا ده مش صوت ريما؟ بس ايه؟ ما قلتيلوش؟ انت مجنونه رتاج. قصدي يعني شيرين. كيف ما تقوليلوش يعني؟ شو ده؟ انا مش مصدقه خالص. انت كنتي ممكن استغلتي الفرصه وقلتي له ان انت رتاج. خلاص بقى يكفينا كده. انت لازم تقولي له. انت مستحيل تفضلي كده، مستحيل. رتاج انا ممكن اقول له. خليني انا اقول له. لازم يعرف الحقيقه كلها. لازم يعرف ان انت رتاج. خلاص بقى، هو شك فيكي وخلاص. لازم يعرف. انتي فضلتي كده مخبيه الموضوع ده كتير، مش عارفه ليه يعني. شو المشكله لو تقولي له؟ ما تقدر. ايه؟ انا مش مصدق. لا، مستحيل.
هو انا قلت لك انه لازم تقولي له خلاص خلصيني؟ انا مش مصدقه خالص يا ريتاج، انت كيف بتعملي كل ده؟ انت كيف بتعملي كل ده؟ انا مش مصدقه خالص. انت ممكن كنتي استغلتي الفرصه وقلتي له لازم يعرف الحقيقه. كفى بقى، كفى 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 يا ريتاج. ايه؟ شيرين هي نفسها ريتاج؟ مستحيل، لا ده مستحيل. ايه؟ سيد امين، شو اللي صار؟ هو انا سمعت الكوب سقط كده، قلت شو اللي صاير في المطبخ. هو شوفي يعني ريتاج، انت قلت ايه؟ ايه يعني ريتاج؟ هو انا اسمي شيرين، يعني ايه اللي بتقوله يعني؟ ريتاج انا سمعت كل حاجه، انا سمعت الحقيقه كلها. انت ليه ما قلتليش؟ انت ليه خبيتي عني كل ده؟ شو السبب؟ انت ليه عملتي كده؟ انا ما عملتش حاجه، انا مش ريتاج. انت شو اللي عم تحكي؟ انا اسمي شيرين. المفروض انت جنيت يا سيد امين. شو اللي عم بيصير؟ عشان اقول لك اني سمعت كل حاجه. انت ليه عملتي كده؟ ليه خبيتي عني؟ انا اسفه، انا اسفه اني عملت كل حاجه. خلاص ما تبكيش. انا بس مش مصدق انه انت ريتاج. مش مصدقه خالص. كيف يعني؟ ممكن تفهميني؟ ممكن؟ ما اقدرش افهمك اي حاجه. مدام شيرين شوفي، مفيش اي حاجه. استني. لا، اي رجلي. ما تقولش اي حاجه، اوعك تتصرف من عقلك. الحمد لله انك عرفت كل حاجه بحالك. انا كنت عارفه، كنت حاسه انك انت هتعرف كل حاجه، بس اوعك تتحرك وتلحقها. هي هتيجي وتفهمك كل حاجه، بس ما تتسرعش. تمام؟ خلاص يلا. لا انا مش مصدق خالص. كيف يعني؟ هي كيف؟ هي ليه خبت عني كل ده؟ كيف؟ انا مش مصدقه خالص. تخبرك بكل حاجه، بس ما تتسرعش، اوعك تلحقها. يلا ممكن تروح الان وهي هترجع وتحكي لك كل حاجه صارت. انكم هتطلقوا؟ ايوه رفعت الجلسه. ليه عملت كده؟ ليه سبتني وماشي؟ ليه؟ أكلمك، ليه سايبني ورايح كده؟ ليه ما تعبرنيش؟ بس عشان البنت دي، بس عشان البنت اليتيمة دي، بس عشانها كده اتطلقنا وبعدنا عن بعض. ليه كده؟ ليه سويت كده فيني؟ بس ده عشان البنت الوحشة دي، بس ده كله عشانها هي. خلاص انا سكتلك قوي. خلاص انت شوفي شو اللي عايزاه مني، واوعى تقولي عليها مرة تانية يتيمة. البنت دي بنتي وانا ربيتها زي تربيتي الاصلية. انت كيف تتصرفي كده معاها؟ ده كله كان بسببك انت، ده كله كان بسببك انت اللي عملتي كل ده. كله ده بسببك. اوعى تتدخلي في حياتي مرة تانية. ويلا مع السلامة. ليه عملت كده يا محمد؟ ليه عملت كده؟ ليه سبتني ورحت عشان البنت اليتيمة؟ ليه؟ هو انت عايزك يعني في شغلة مهمة قوي. الشغلة دي مقابل فلوس كتير، واللي تطلبه هديهولك. طبعا الفلوس هتفوت الدولارات وكتير فلوس. المهم المشكلة دي انت المهم انك تحلها لي، وانا ما اقدرش اني اقول لك كل الحاجات المهمة اللي في المشكلة، بس يعني شوية كده عشان تعرف وبس. كده يا مدام، وانا هديكي كل حاجة مقابل الفلوس طبعا، وانا عايز كتير فلوس. موالي فلوس يعني، قلك انه الفلوس كتيرة قوي. المهم
بالنسبة للحكاية لازم تقابلني الساعة 12 بالليل، تجيب لي الدواء وتاخد الفلوس. طبعا الدواء اللي انا قلتلك عليه، الدواء ده ممكن تقول انه سم، او ممكن تقول انه بيخليه يعني منوم هيك يعني. المهم لازم يكون مثل كده يعني، يخليها تنام فترة طويلة قوي وبس، ومقابل طبعا فلوس. مو اي يعني دواء، عايزة دواء قوي جدا يخليها انها تفقد اعصابها، يخليها دايما تعبانة، يخليها تموت تدريجيا مع الايام كده يعني. فهمت قصدي؟ انا فهمت قصدك. على فكرة انتي ما بترحميش ابدا، بس انا مش عايز اسألك ليه جايبة الدواء، عشان انا عارف الرد ايه. المهم الساعة 12 يكون عندك الدواء، والساعة 12 يكون عندي الفلوس. فهمتي؟ طبعا فهمت. يلا اشوفك الساعة 12. باي. يلا جبت لي الدواء، وانا فلوسك كلها في الشنطة دي اللي اتفقنا عليها طبعا. الدواء ده بيخليها تموت تدريجيا، طبعا له علاج، بس لازم ما تروحش المستشفى عشان ما تاخدش العلاج طبعا. المهم الدواء ده بيخليها تنام تقريبا 12 ساعة كده او 13 ساعة كده يعني، بيخليها غفيانة كتير، وفي الغفاء تبع كلها ده هتتألم جدا، وهتلقى جروح في جسمها كله، يعني هتتعذب تدريجيا. وشفتي لو ما راحتش المستشفى هتموت يومين بس وتموت. الدواء ده فعاله قوي جدا. يلا اديني الفلوس وهديك الدواء. طري. يلا اتشرفت بمعرفتك يا سيدة، مش عارف اسمك بس اتشرفت بمعرفتك. اتمنى انه تناديني مرة تانية. يلا مع السلامة. يلا خلينا نستعمل الدواء كله في الشخص المعين. انا خليت احط لها كده شوية عصير واقدمه لحماتي الحلوة. يلا الحبة دي. والله انا بحب الاكل والله. هو حماتي مش في غرفتها؟ خلينا اشوف كده. غيرت الديكور. لكن هي غيرت الديكور، انا هغير حياتها كلها. والله حياتي نكتة قوي. حماتي هي وين؟ هفضل انتظرها جدا قوي. يلا خلينا ننتظرها. اهلين، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ نورتي. كيفك؟ بجد انا وحشتك قوي، ومن اخر مرة اتكلمنا كم يوم كده او كده يعني. المهم انا مرة وحشتك. انا كنت في المطبخ الان وعملت لك كاسة عصير كده مرة حلوة، وانا اللي عملت العصير. يلا ممكن تدوقيه تعطيني رأيك؟ يلا اتفضلي. ده انا عملته بكل حب وحنان. ايه ده بجد؟ انا مش مصدقة خالص بجد. شكرا ليكي حبيبتي يا مروة، انتي بجد احلى كلمة في العالم. المهم يلا خلينا ادوق احلى عصير في الدنيا. بجد طعمه حلو قوي. تسلم ايدك. الله حبيته، ما شاء الله على ايدك. شكرا جدا يا حبيبتي يا مروة، بجد شكرا. انا حاسه حالي اني مش عارفه، حاسه حالي اني عم دوخ. مروة حماتي شو اللي صاير؟ مش عارفه، انا حاسه حالي اني دايخه، مش عارفه كيف يعني. راسي عم يوجعني يا مروة. ايه حماتي استني دقيقه خليني اجيب لك شويه ماء. راسي. حماتي تسمعيني؟ انتي سمعاني حماتي؟ اكيد انتي مش سمعاني. حماتي في ايه؟ يلا خوفتيني عليكي، قومي يلا بقى، يكفي مزح. حماتي
في يوم هنعود، ده بينا وعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود، ده بينا وعود.